بنشوف سيركي وبيكون في رحلة الصيد بتاعته، وكالعادة بيصطاد يوم أو 10 لأ، لكن فجأة بيحس إن في حاجة تقيلة في الشبكة بتاعته، فبيبص سيركي وبيلاقي بنت جميلة في الشبكة، فبيدعي إنها تكون لسه عايشة، فبيحاول يفوقها لحد ما بتستجيب وبتبدأ تفوق. فسيركي بيسألها عن هويتها أو حتى اسمها، لكنها بتقوله إنها مش فاكرة أي حاجة، وبتسأله عن اسمه، فبيقولها إنها ممكن تناديه بسيركي، وبيقولها إنها لازم تروح المستشفى علشان يطمن عليها، لكنها بترفض. ولما بتلاقيه مصمم إنه يوديها للمستشفى بتهدده إنها ترمي نفسها في البحر تاني، فبيفهم إنها مش عايزة حد يشوفها، وبيحس إن وراها حاجة كبيرة، فبيطمنها إنه مش هيقول لحد إنها موجودة معاه، وبياخدها معاه للبيت. ولما بتسأله المكان ده بتاع مين، بيقول لها إن المكان ده كان بتاع أمه، وبيقول لها إن أمه كانت بتحب تنعزل عن الناس وإنها ماتت وهو متعلق بيها جدا، وسيركي بيديها أكل وحاجة تتغطى بيها، وقبل ما يمشي بيقول لها إنها تقعد في البيت لحد ما يشوف هيحصل إيه. وبعدها سيركي بيوصل لبنته آني اللي عايشة مع مامتها مورا، ومورا بتكون منفصلة عنه ومتجوزة واحد تاني اسمه أليس، وبنعرف إن آني مريضة فشل كلوي، وسيركي بيكون مسؤول إنه يوديها للدكتور علشان الجلسات بتاعتها، فبياخدها بالعربية وبيوديها للدكتور. وأثناء ما بتاخد الجلسة بتاعتها بتطلب من سيركي يحكي لها حكاية، فسيركي بيحكي لها عن صياد سمك لقى بنت بتظهر له في الشبكة بتاعته، فآني بتقول له إن دي حورية بحر، لكن سيركي بيقول لها إنها ما كانتش حورية بحر، فآني بتقول له إنها ممكن تكون من البنات اللي البحر بيرميهم على اليابس بسبب إن هي فقدت الغطاء الخاص بيها، ولما بتلاقيه البحر بيستدعيها تاني. فسيركي ما بيكونش فاهم كلام آني، ولكن آني ما بتقدرش توضح له، وبتقول له إن دي قصة سيئة جدا. وبعدها الدكتورة بتاخدها وبتوريها الكرسي المتحرك الجديد بتاعها، وبتقول لها لازم ترتاح لحد ما يلاقوا حل لمشكلتها، فآني بتحب الكرسي الجديد جدا. وبعدها سيركي بيرجعها للبيت، وبيقابل على الباب جوز أمها، وبعد ما سيركي بيودع بنته بيقابل مراته مورا واللي دايما بتتخانق معاه، لكن هو ما بيهتمش بكلامها وبيمشي. وسيركي بيرجع البيت اللي ساب فيه البنت اللي ما يعرفش عنها حاجة، لكنه بيتخض لما مش بيلاقيها في البيت، لكن لما بيدور عليها حوالين البيت بيلاقيها قاعدة بتغسل هدومها اللي كانت لابساها وبتغني، وبتسأله لو كان متوقع ان هي هتمشي، فبيقول لها ان هو فعلا كان متوقع كده، وبيقول لها كمان ان الجاكيت اللي هي لابساه ده بتاع امه، فبتقول له ان هي ما لقتش حاجة تلبسها قدامها غيره. وبعدها سيركي بيجهز المركب بتاعه علشان يطلع يصطاد، فالبنت بتطلب منه ان هي تروح معاه رحلة الصيد بتاعته، لكن بيرفض سيركي. فالبنت دي بتسأله ليه ما ينفعش تروح معاه، فبيقول لها سيركي ان هي اكيد مش عايزة حد يشوفها، لكن لما بيلاقيها زعلت بيغير رأيه وبيقرر ياخدها معاه، وبيقول لها انها افتكرت الاغنية اللي كانت بتغنيها، ومعنى كده ان ذاكرتها هترجع لها قريب. فالبنت بتقول له ان هو ممكن يناديها بأوندن، وكلمة أوندن دي معناها البنت اللي خرجت من المية. ولما بيرمي الشبكة بتاعته بيطلب منها تغني الأغنية اللي كانت بتغنيها، وأول ما بتبدأ تغني بيكتشف ان صوتها حلو جدا، وسيركي بيلاقي الشبكة بتاعته اتملت سمك. والغريبة ان هو كل ما بيرمي الشبكة وهي بتغني جنبه الشبكة بتتملي بالسمك بسرعة، فبيستغرب سيركي من اللي بيحصل، وكأن اللي بيحصل ده معجزة بالنسبة له. فبيقول لها سيركي ان صوتها جاب له الحظ، وبياخد اللي اصطاده في اليوم ده علشان يروح يبيعه. ولما بياخد فلوسه بيروح لمحل البيع اللبس، وبيجيب فستان لأوندن علشان هي كانت السبب في الفلوس دي، وكمان علشان هي ما عندهاش لبس، فيعتبر ده شكر منه ليها. وسيركي بيروح ياخد آني من المدرسة بتاعتها، وبيدخل معاها في سباق بالعربية بتاعته، وهي بتكون على الكرسي المتحرك بتاعها. وسيركي بيسألها لو كانت فاكرة القصة اللي حكاها لها، وبيقول لها ان البنت اللي طلعت من المية طلعت كمان بتعرف تغني، وانها بتجيب الحظ الحلو بصوتها لصياد السمك. فآني بتقوله ان اكيد البنت دي مش بشر، واكيد الكائنات اللي تحت المية لما بتسمع صوتها بيظهروا، وممكن تكون دي طريقة التواصل بينهم. فسيركي بيقول لها ان دي حكاية هو اخترعها علشانها. وبعدها بتوصل آني وبتقابل أوندن، واللي بتكون وقتها طالعة من البحر. وآني بتقول لأوندن ان هي كانت عارفة ان قصة ابوها حقيقية، وان البنت اللي في القصة دي موجودة في الحقيقة، وانه ما اخترعهاش زي ما بيقول. وآني بتعرفها على نفسها، وبتقول لها ان سيركي يبقى ابوها، وان هو صياد سمك. وبتقول لها كمان انها مريضة فشل كلوي. فأوندن بتتضايق لما بتسمع كده من آني، وبتبدأ آني تسأل أوندن لو كانت بتمتلك قوة سحرية، لكن بتقول لها أوندن انها مش عارفة هي بتكلمها عن ايه. وآني بتقول لها ان عالمها اللي جت منه هو اكيد العالم اللي موجود تحت المية، وان البحر هيستدعيها في وقت قريب لو ما لقتش الغطاء بتاعها ودفنته في اليابس. وبعدها آني بتودعها علشان ترجع لمامتها، وبتقول لأوندن انها اكيد هتشوفها تاني. وفجأة بيظهر شخص غريب
وبيكون بيراقب كل اللي بيحصل من غير ما يتدخل. وسيركي بيروح لأوندن وبيطلب منها تطلع معاه في رحلة صيد، ووقتها بيشوفها وهي لابسة الفستان اللي اشتراه لها، وسيركي بيوعدها انها مش هتشوف حد غيره طالما هي مش عايزة. فأوندن بتوافق وبتطلع معاه على المركب وبتساعده، لكن أثناء ما بتعمل اللي بيقولها عليه بتلاقي فرقة تفتيش بتعدي، وأول ما بتشوفهم بتستخبى وبتحرك الدفة برجليها علشان ما تكونش باينة لحد. ولو وصلتوا لحد هنا اعملوا لايك واشتركوا في القناة واكتبوا لي رأيكم في التعليقات. ولما بتبدأ تغني سيركي بيلاقي الشبكة بتاعته اتملت المرة دي بالسمك أكتر من المرة اللي فاتت، لكن فجأة سيركي بيلاقي فرقة التفتيش هتطلع على المركب، فبيقول لأوندن علشان تستخبى، لكن في نفس الوقت بيعمل حركة ذكية وهو انه بيسيبهم يفتشوا لحد ما بيلاقوا أوندن، وبعدها بيسيبوها وبيمشوا. فسيركي بيقول لها ان هي ما طلعتش في خياله هو بس، وان الناس التانية قدرت تشوفها عادي. فأوندن بتقلق لما بتلاقيهم شافوها، لكن سيركي بيطمنها وبيقول لها ان مفيش حاجة تخوفها من الناس وان نظراتهم ليها عادية، وبيشجعها انها تفضل موجودة على المركب عادي. لكن في الوقت ده بيظهر الشخص اللي بيراقبهم من بعيد، وبتتمشى بعدها أوندن مع سيركي وآني في المدينة، وبتروح تجيب لها لبس تاني. ولما آني بتزور بيت جدتها اللي عايشة فيه أوندن بتلاقي أوندن اهتمت بيه ونظفته، وأوندن بتعرف من آني ان هي بتحب المية والسباحة لكنها ما جربتش انها تعوم قبل كده. فأوندن بتقرر ان هي تساعدها وبتاخدها معاها للبحر وبتعلمها ازاي تعوم، واثناء ما هي في المية بتخبط رجل أوندن في حاجة، ولما بتطلعها بتتفاجئ ان ده الغطاء اللي المفروض أوندن تدفنه علشان تفضل عايشة على اليابس على طول. وبعدها آني بتكون عايزة تختبر أوندن علشان تعرف لو كانت حورية بحر ولا لأ، وبتسيب نفسها لحد ما بتقع في المية، فأوندن بتجري عليها وبتنقذها من الغرق. وبعدها بتتحسن العلاقة بين أوندن وسيركي وآني وبيتعلقوا ببعض جدا، وبيعجب سيركي بأوندن وبيكون مش عارف ازاي هيقدر يكمل حياته لو أوندن اختفت منها. وفجأة بيظهر الشخص الغريب اللي بيراقب في صمت وبيسأل سيركي عن أوندن، لكن سيركي ما بيهتمش بأسئلته وبيسيبه وبيمشي. وبتكمل آني جلستها وهي مع والدها، وبيظهر تاني الشخص اللي بيراقبهم وبيوصل لمكان أوندن، فبتحاول أوندن تستخبى منه على قد ما تقدر لكنه بيدور عليها، وبتقدر أوندن تبعد عن البيت وتستخبى. وبيدخل الشخص ده البيت وبيدور في البيت كله علشان يلاقيها لكنه ما بيقدرش يلاقيها، فبياخد عربيته وبيدور عليها في المدينة بسرعة جنونية. وبيجي سيركي وبيلاقيها قاعدة وبتحكي له انها افتكرت، وبتقول له ان ده جوزها وان هو جاي علشان يرجعها لعالمها القديم تاني. فسيركي بيقول لها تقول له انها مش هترجع معاه، لكنها بتقول له انها مش هتقدر تعمل كده مع انها عايزاه يمشي ويسيبها معاه. فسيركي بيقول لها انها تتمنى ان ده يحصل وهيتحقق، ولكن أوندن وقتها بتتمنى ان آني تخف من مرضها. وفي الوقت ده بتكون آني مع مامتها مورا وجوز امها ومروحين على البيت، لكن مورا بتكون شاربة وفاقدة لوعيها، فعربيتهم بتخبط في عربية الشخص اللي بيدور على أوندن. وبعدها سيركي بيوصل للمكان، وأول لما بيلاقي بنته في الحالة دي بينهار. ولما بيوصلوا للمستشفى بيكون أليس جوز مورا مات، وبيطمن سيركي على بنته من الدكتور، فالدكتور بيقول له إنه بنته محتاجة عملية زرع كلى، واللي بيصادف وقتها إن هي متطابقة مع أليس وبتعمل العملية وبتنجح. وفي المستشفى أوندن بتقابل الشخص الغريب وبيقول لها إنها لازم ترجع معاه لكنها بترفض، فبيقول لها إن الشرطة عايزة تتكلم معاهم. فأوندن بتكون محتارة تعمل إيه، ومورا بتقرر أخيرا إن آني تعيش مع باباها سيركي. لكن بعدها سيركي بيرجع للشرب تاني علشان ما يفتكرش إنه هيفقد أوندن لما ترجع لعالمها تاني، وتحت تأثير السكر اللي هو فيه ده بيروح لأوندن وبياخدها وبيبعدها عنه وبيسيبها على الجزيرة لوحدها. وبيرجع سيركي علشان يستقر في البيت مع بنته، وأثناء ما بيتفرجوا على التلفزيون بتيجي الأغنية اللي كانت بتغنيها أوندن، وسيركي بيسمعها وبيحس بالذنب. وبيرجع تاني للجزيرة اللي ساب فيها أوندن وبيلاقيها قاعدة لوحدها وبردانة، فبيقرب منها سيركي وبتبدأ أوندن تحكي له عن عالمها، وبتحكي له إنها كانت مهربة ممنوعات هي وجوزها فلاتك، وأثناء ما كانوا في رحلة تهريب الشرطة بتحوطهم في البحر، وعلشان هي بتعرف تعوم نطت وقتها في المية ولقت نفسها في شبكة سيركي، لكن الشرطة قبضوا على جوزها وقدر يهرب منهم بعدها. وهو رجع دلوقتي علشان ياخد منها البضاعة اللي هي هربت بيها، وبتقول له إن اسمها الحقيقي يوانا. ولما بيرجع سيركي مع يوانا للبيت بيلاقوا فلاتك في البيت، وبيهدد سيركي انه هيخطف بنته لو يوانا ما رجعتش البضاعة بتاعته، وبتحصل بينهم خناقة، ويوانا بتخاف ان سيركي وآني يتأذوا بسببها، فبتقرر تقوله على مكان البضاعة، وبتروح تطلع البضاعة اللي كانت اصطادتها قبل كده هي وآني وخبوها. ولكن الصدمة هنا انها مش بتلاقي البضاعة، فيوانا بتسأل آني عن مكان الحاجة اللي خبوها سوا، لكن آني بتقول لها ان هي عايزاها تفضل معاها علشان كده هي خبتها بعيد. ولكن آني بعدها بتغير رأيها وبتاخدها على مكان البضاعة اللي هي خبتها واللي بيكون في مركب باباها سيركي.
وأول ما فلاتك بيمسك البضاعة بتاعته يوانا بتزقه في البحر علشان هي عارفة إن هو ما بيعرفش يعوم، وبتنتهي حياته. وبعدها بنعرف إن يوانا ما ينفعش تفضل موجودة في أيرلندا لأن دي مش بلدها، ولو عايزة تعيش فيها يا إما إنها تقدم طلب لجوء يا إما إنها تتجوز شخص أيرلندي وتعيش معاه. فسيرك بيقرر إن هو يتجوز يوانا وبيتجوزوا وبيعيشوا في سلام مع آني، وبيخلص الفيلم. ولو عجبك الفيلم اعمل لي لايك واكتب لي رأيك في الكومنتات. يلا سلام.